الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل معكم أيها الإخوان الحلقة السادسة عن صفة الصلاة وآدابها، وقد كان آخر حلقة تكلمنا فيها عما يتعلق بصلاة الجماعة والمحافظة عليها، الرجال في المساجد والنساء في البيوت، وعن صلاة المنفرد وماذا ينبغي لمن أراد أن يصلي منفردا أن يعمله وأن يتصف به. ونتكلم الآن عن آداب أخرى تتعلق بصلاة الجماعة، وهو ما يحصل أحيانا في بعض المساجد عند إقامة الصلاة أو بسبب إقامة الصلاة، فيتحكم بعض الناس على المؤذن والمقيم ويأمرونه أن يقيم بالصلاة قبل الوقت المحدد المقرر أو قبل حضور الإمام، مما يؤدي إلى فوضى في المساجد ومما يؤدي إلى تعدد الرأي، فهذا يأمر بإقامة الصلاة وهذا يأمر بعدم ذلك وهذا يرفع صوته وهذا يتكلم، مما يؤدي إلى انتهاك حرمة المسجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في المسجد، وجعل من علامات الساعة ارتفاع الأصوات في المساجد. وروي أيضا في حديث ضعيف: إذا رفع الرجل صوته في المسجد نودي وقيل له اسكت يا بغيض الله، فإن سكت، وإلا قيل له اسكت يا عدو الله، فإن سكت، وإلا قيل له اسكت وعليك لعنة الله، أعاذنا الله من ذلك. فينبغي للمصلي أن يلتزم الأدب والهدوء في بيت الله، وأن يجعل إقامة الصلاة وأمرها للمؤذن والإمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فإقامة الصلاة فالأذان أمره للمؤذن والإقامة أمرها للإمام، فإذا حضر الإمام أو نائبه حينئذ أقيمت الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة كما أنه يسن إجابة المؤذن، يسن أيضا إجابة الإقامة، وتقول مثل ما يقول المقيم، إلا في قوله قد قامت الصلاة، فتقول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلني من صالح أهلها. ومعلوم أن ألفاظ الإقامة مختلف فيها بين الأئمة، فلا حاجة لذكر ذلك وتفصيله، ولكن الذي أجمعوا عليه هو مشروعية إجابة المقيم كالمؤذن. ثم متى ينبغي للمأموم إذا سمع الإقامة أن يقوم للصلاة؟ في ذلك 5 مذاهب أو 5 أقوال ذكرها عند علماء الحديث عند كلامهم على حديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فمنهم وهو الإمام الشافعي جعل الإقامة أو القيام المشروع للصلاة عند سماع الإقامة بعد الفراغ من الإقامة، فلا يسن له أن يقوم للصلاة إلا إذا فرغ المقيم من الإقامة، حتى ولو كان بطيء الحركة أو حتى لو خاف فوت الصف الأول. ولذلك إذا أراد المصلي أن يطبق هذا القول أن يجلس قبل الصلاة في الصف الأول حتى إذا أقيمت الصلاة وقام بعد الفراغ من الإقامة لا يفوته الصف الأول. وقال آخرون من العلماء: يسن القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وآخرون يسن
القيام، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة، يسن القيام من أول الإقامة. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة كبر الإمام، فلا ينتهي المقيم من الإقامة إلا بعد دخول الإمام إلى الصلاة. وهناك أقوال أخرى، فقد عرفت اختلاف العلماء، وأوسط الأقوال هو ما قاله بعضهم أن المصلي إذا كان سريع الحركة وخفيف الحركة فلا بأس أن لا يقوم إلا بعد الفراغ من الإقامة، وبذلك لا يفوته الصف الأول. أما إذا كان بطيء الحركة بحيث أنه لو أخر القيام للصلاة بعد الفراغ من الإقامة ربما فاتته تكبيرة الإحرام وربما فاته الصف الأول، فالأولى أن يقدم ذلك قليلا. وكل ذلك سنة لا يترتب عليه تحرير ولا تحريم ولا عقاب، ولكن إذا أراد المؤمن وكان حريصا على العمل بالسنة فإن المسألة محترمة والأقوال مختلفة، وفي اختلاف العلماء والمذاهب رحمة، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة، حملها العلماء على اختلافهم في بعض المسائل الفقهية بالأدلة الصحيحة. فإذا لم تصح عبادة العبد على هذا المذهب صحت صلاته على مذهب آخر، وبذلك يسلم من الإثم والوزر يوم القيامة. ثم إذا أقيمت الصلاة وأقمت في الصف الأول، فإن لم تجد في الصف الأول فحرصت أن تكون في الصف المتقدم، وليكن حرصك على القيام في الصفوف المتقدمة أكثر من حرصك على القيام في الصفوف المتأخرة حتى تنال الثواب المترتب على ذلك. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فينبغي أن تكبر حالا حتى تدرك بذلك تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام زبدة الصلاة ولبها، وإذا حضرها المصلي وحصلها نال بذلك ثوابا عظيما. قال الإمام ابن رسلان في زبده: والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام. وينال المصلي ثواب تكبيرة الإحرام إذا اشتغل حالا بعد تكبيرة الإمام بالنية وتكبيرة الإحرام، ويكون قبل تكبيرة الإمام قد انتهى من السواك والقيام في الصف وقراءة سورة تقول أعوذ برب الناس كما هو السنة. فما إن كبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا ويكبر بعده حالا، بشرط أن يكون تكبيره بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، بحيث أن يكون قد نطق بالراء من أكبر، فيشترط أن تتأخر تكبيرة الإحرام للماموم عن تكبيرة الإمام. أما إذا قارنه في بعض حروف تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد. فإذا أدرك الماموم تكبيرة الإحرام مع الإمام فقد نال ثوابا عظيما ونال خيرا جسيما. وقد روي أن أمامه الباهلي كما ذكره ابن العماد في القول التام جاء ويبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن اللصوص قد نهبوا عليه وعلى رفقته غافرة تتكون من نحو 100 جمل تقريبا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ظننت أنك تبكي على فوات تكبيرة الإحرام. فقال: يا رسول الله، وهل ثواب تكبيرة الإحرام أعظم من هذا؟ قال: وخير من ملء الدنيا جمالا. وكثير من الناس يتشاغلون عند تكبيرة الإمام بالكلام والقيل والقال والإزعاج، أو عندما يكبر تكبيرة الإحرام يرفع صوته بالوسوسة مما يسمع من آخر صف، وهذا خلاف السنة. فالسنة إذا كبر تكبيرة الإحرام أن لا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه فقط. وعلى هذا كان عمل السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما سمعنا وتطبيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.